برشلونة ينفرد بالصدارة ب 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد. واليوم في فيديو جديد نتكلم عن المباراة اللي جمعت برشلونة بأوساسونا. برشلونة ليقترب من تجديد عقد هانز ديتر فليك حتى سنة 2028 مع سنة إضافية. خلونا نتحدث عن مباراة اليوم وكيف كانت مباراة اليوم. خلينا نقيم موسم برشلونة كامل وخلونا ندخلوا في الفيديو. فسلام الله عليكم. إذا كنت أول مرة تشوفنا وأول مرة تتابع حلقتنا فمرحبا بك في عائلتنا. ما تنساش تعمل اشتراك وتعملنا لايك لهذا الفيديو واعطيني رأيك في موسم برشلونة كامل. اليوم تقريبا هي مباراة كانت على النفس الطويل. المباراة ما شفنا فيها حتى خطورة حتى آخر 10 دقائق من خلال التشكيلة اللي دخل بها هانز ديتر فليك، ولما خاصة لما شفت تواجد فيرمين لوبيز أساسي في الجهة اليسرى وعدم تواجد راشفورد للمرة الرابعة لغياب رافينيا اللي غاب ل4 مباريات أو أكثر، وعدم إدخال راشفورد. وكأنها رسالة واضحة لإدارة برشلونة: لا أريد التعاقد مع هذا اللاعب. 4 مباريات ما لعبش فيها راشفورد أساسي رغم غياب رافينيا، وهذا دليل على أنه فليك الموسم القادم وهوش راح يعتمد على راشفورد. شفنا أيضا دخول روني بردغجي للمرة الثانية، وشفنا منه مباراة ما قدم فيها ولا شيء، ما أعطانا حتى لمحة، ما أعطانا حتى شيء. برشلونة اليوم حسم الليغا. اليوم الليغا خلاص حسمت. اليوم برشلونة ب 14 نقطة. ما يهمش اليوم برشلونة او المشجع البرشلوني يدير ساق فوق ساق وينتظر ويتفرج على قناة ريال مدريد ويستمتع بالضجة الإعلامية اللي راح تعملها قناة ريال مدريد عن الممر الشرفي اللي ممكن تعمله ريال مدريد أو لا تعمله، خاصة إذا المباراة غد خسر فيها ريال مدريد. فهكذا نقول مبروك لجماهير برشلونة، مبروك لكل الكوليز حول العالم، لكل كوليز العرب، فمبروك عليكم ويجب عليكم أن تفتخروا بهذا الفريق. حقيقة الموسم برشلونة الحالي موسم تاريخي يجب أن يكتب في كتب التاريخ. موسم دخل به بدون مهاجم صريح، بمهاجم كبير في عمر 34 سنة، وفيران توريس اللي نتكلموا عليه دخل بجناح رافينيا اللي تقريبا غاب طول الموسم، دخل بجناح معار من مانشستر يونايتد راشفورد اللاعب اللي تقريبا نقول كان منتهي، دخل بغياب لاعبين الوسط، غياب بيدري اللي تقريبا لشهرين أو 3، غياب فرينكي ديونغ لشهرين أو 3، غياب غافي بسبب الرباط الصليبي، غياب فيرمين لوبيز. شفنا ايضا بدون صفقات في الدفاع كان هش. وهي هناك احصائيه للتاريخ: برشلونه الاكثر اقوى دفاع في هذا الموسم حاليا حتى الجوله 35 حتى الجوله 34 لا يزال برشلونه اقوى دفاع، تلقى 30 هدف وبهدف اليوم 31 هدف في 34 جوله، وتسجل 87 هدف في 34 جولة. أقوى هجوم في الموسم. تخيل معي يا صديقي أنه برشلونة أقوى هجوم مسجل 87 هدف في هذا الموسم، وأيضا ب 14 كلين شيت في هذا الموسم. أكثر حارس في هذا الموسم في الدوري الإسباني تصدي للكرة وكلين شيت. برشلونة اليوم وهناك بعض الأخبار تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد فليك، الهانز ديتر فليك الأسد الشامخ الليث حتى سنة 2028 مع موسم يعني إضافي، يعني موسم مثل ما يحب فليك، يحب يزيد يجدد الموسم إضافي أو لا. فمبروك لكل الكوليز، ويجب على الكوليز أن يفتخروا بهذا الفريق. حقيقة فريق قدم موسم تاريخي، تحصل على لقب السوبر وأيضا حسم لقب الليغا أمام فريق مثل ريال مدريد اللي دار تعاقدات بنسبة 200 مليون، برشلونة بتعاقدات وصلت حتى 87 مليون. فلهذا يجب أن فليك
ويجب على الكل انهم يفتخروا بهذا الفريق اللي تقريبا مد كل شيء. وايضا في مباراة اليوم حسيت انه اللعيبة كأنهم يقولوا هذه اخر مباراة حين يعني يلعبوا فيها باخر نفس. شفت لما انت تكون خلاص تعبان وخلاص مش قادر، كأنهم يلعبوا المباراة هكذا، كأنهم يلعبوا المباراة وهم خلاص تعبانين، آخر نفس في الإنسان لعبوا به اليوم، وقدموا لنا مباراة لا نستطيع التحدث عنها، مباراة من أسوأ مباريات برشلونة في هذا الموسم، موسم رقم 25-26. فمبروك لكل كوليز، ومبروك لكل محبي برشلونة عبر التاريخ، لا محبي برشلونة في الوطن العربي. ونتكلموا على أرسنال وفولهام اليوم. أرسنال اللي أمتعنا اليوم، أرسنال كان ممتعا اليوم حقيقة. 90 دقيقة كلها متعة، 90 دقيقة اللي كانوا يقولوا على أرتيتا الحرام بول. شفت لما يكون عندك ثلاثي وسط ممتع، ثلاثي وسط يعني يقدموا لك حلول، لويس سكيلي معاهم زوباميندي، وعفوا لويس سكيلي ومعاهم رايس، وزيد معاهم أوديغار، قدمون متعة ما عندهاش نظير. وحقيقة عندي لاعب بغيت نتكلم عليه اللي هو وايت ولا بن وايت. يا أخي هذا لاعب، ايش يا ارتيتا وش بيك؟ انت عندك موسكيرا، لماذا لم تدخل موسكيرا تخليه يدخل في جو المباراة؟ مش عارف موسكيرا ايش عنده اصابة، اظن انه ما عندوش اصابة، ورجع من ولعب الماتش السابق امام اتلتيكو، لعب شفنا بعض الدقائق لعبهم. انا اتمنى انه ارتيتا في مباراة الاياب امام اتلتيكو انه يلعب بموسكيرا كظهير، ولا يخلينا يدعنا من بن وايت. يا اخي والله يقدم في عفن كروي اليوم. مش عارف كيف المنتخب الانجليزي راه يستدعي في بن وايت اليوم قدم لنا من أسوأ مبارياته، من أسوأ مباريات اللي قدمها لنا اليوم بن وايت، مباراة ما قدم فيها ولا شيء يذكر. وخليني نتكلم على لويس سكيلي. يا أخي هذا اللاعب أنا من الأوائل اللي راهنت على هذا اللاعب، وقلت لكم هذا لاعب يقدم لك حلول. وعجبني أرتيتا لما لعبوا في نصف الميدان، يعني لعبوا رقم 6، يعني حتى وأنه يخسر الكرة كاين دفاع هو اللي يسترجع الكرة، يعني يلعب حتى وأنه يبدع يعني، ويجي يدير تسديدات ولا يعمل تمريرات، يعني حتى ولو غلط في التمريرات كاين دفاع يسترجع الكرة. والله لويس سكيلي هذا لاعب يعني ممكن يعطيك الإضافة يا أخي. وشفنا ايضا لما عجبني ايضا ارتيتا لما ما دخلش بزوباميندي ورايس مع بعض، ودخل برايس، والشوط الثاني عمل تغيير، خرج رايس ودخل مكانه زوباميندي من اجل اراحه للمباراه الذهاب. خلينا نتكلموا على جيوكيريس وساكا. حسيت انه اول مره ساكا وجيوكيريس يتفاهموا مع بعض، اول مره جيوكيريس وساكا يتفاهموا، اول مره جيوكيريس وساكا يتلاعبوا ويكونوا متلاعبين مع بعض، وعندهم رؤيه لبعضهم البعض. يعني في بداية الموسم لاحظت أنه ساكا وكأنه يريد أن ويثبت نفسه، كان يلعب أناني، حتى أنه جيوكيريس هذه تصدق أنه هذه أول مساهمة لجيوكيريس اليوم في الدوري الإنجليزي. اليوم جيوكيريس عمل أول مساهمة له في الدوري الإنجليزي. أظن أنه جيوكيريس الآن في نهاية الموسم بدأ أنه يستكشف نفسه، يستكشف حاجات، ويستكشف أمور فيه إضافية هو مش عارفها، يستكشف مواهب جديدة عليه هو مش عارفها، يستكشف موهبة عنده هو ما كانش عارف أنه يقدر يقف على كورته، أنه يقدر يعمل مراوغات، أنه يقدر يعطي أسيستات. جيوكيريس اليوم سجل هدفين من أجمل ما يكون، هدف أجمل من الهدف الثاني. ايضا شفنا ساكا واللي اعطاله الاسيست جيوكيريس سجل هدف ثاني ايضا جميل. اليوم ارسنال حاول انه في الشوط الثاني ارتيتا حاول انه يريح لاعبته في الشوط الثاني من اجل مباراة الاياب. اظن انه لو ما كانت عنده مباراة اياب اليوم ارتيتا كان اليوم حسم اللقب، كان اليوم سجل اكثر من 3 اهداف. اليوم ارسنال احس انه ارسنال منذ مباراة اللي خسرها امام السيتي 2-1 ارسنال كانه استفاق، كانه ارسنال اتى احد واعطاه صفعه، كانه صفعه وخلاه يستفيق. يا اخي لو في الموسم الجديد، الموسم القادم 26-27، اتمنى انه من الدوري الانجليزي، من صناع القرار في الدوري الانجليزي، انهم يعملوا مباراة الاولى في افتتاحية الموسم ما بين السيتي والارسنال، حتى الارسنال يستفيق، حتى الارسنال يعطي كامل واش عنده. لانه حسينا انه الارسنال بعد المباراة امام السيتي 2-1 كانه استفاق. ارسنال اليوم امتعنا، ارسنال اليوم
امتعنا ارسنال اليوم، اطربنا ارسنال اليوم، اعطانا وجه اخر من ارسنال. شفنا اليوم ارسنال يهاجم، شفنا اليوم ارسنال عن طريق تروسارد اللي اليوم امتعنا. تروسارد اليوم حسيته انه امتعنا، انه اعطانا لمحه اخرى من تروسارد يا اخي تروسارد وتمريراته. ولكن عندي بعض النقاط حبيت اتكلمها على تروسارد. هو تروسارد لما تكون عنده الكره في مباراه اليوم، لما تكون عنده الكره في الوقت اللي لازم يسدد فيه كان يمرر فيه، في الوقت اللي كان يمرر فيه كان يسدد فيه. اليوم تروسارد ما كانش موفق في قراراته النهائيه او في اللمسه الاخيره، ولكنه قدم لنا مباراه جميله. انا لو كنت مكان صناع القرار لكنت اعطيته اليوم رجل اللقاء، رجل المباراه اليوم في مباراه الارسنال وفولهام. شفنا انه فولهام عمل هجمتين خطيرتين فقط، مباراه كامله 90 دقيقه عمل هجمتين فقط، كانت عنده محاولتين او فرصتين فقط. ارسنال اليوم تقدر تقول انه هيمن على المباراه، هيمن على المباراه كامله طيله 90 دقيقه. تلقاه في الدفاع، تلقاه في الهجوم، في الوسط، تمريرات، تسديدات، صلابه دفاعيه. شفنا تميز اليوم رايا اللي خرج الفرصه الاولى اللي كانت لدى فولهام الخطيره. شفنا اليوم جابرييل مدنا مباراه جميله، مباراه جميله من كامل اللاعبين. نتمنى انه في مباراه الاياب امام اتلتيكو انه ارسنال يلعب لنا بهذه الطريقه، انه ارسنال يمتعنا. نتمنى انه ساكا يعطينا هذا الروح اللي اعطاها لنا اليوم، يعطينا هذه اللمحه اللي اعطاها لنا اليوم. حسيت انه ساكا لما رجع من الاصابه اللي كانت لمده شهر او شهر ونصف، لما رجع من الاصابه ولما ارتاح له هذاك الشهر قدر يمد الاضافه وقدر يمتع وقدر يبدع، وكانه ارتاح حقيقه. ارتاح، الاصابه كانت في وقتها، رغم انه شهر افريل مر على ارسنال أسوأ شهر ممكن في هذا الموسم، ولكن هناك بعض اللاعبين استنزفوا. هناك بعض اللاعبين مثل زوباميندي من بداية الموسم وهو يشارك، من بداية الموسم هو يلعب. ارتيتا استنزفوا، ارتيتا حقيقة خلاه مستنزف، خلاه ما يعطيش هذيك اللمحة الإبداعية. وأيضا تذكرت تروسارد، أظن أنه أصبح لاعب منظومة، لم يعد عنده هذاك الإبداع، لم يعد عنده هذاك التفكير خارج الصندوق، أفكار خارج الصندوق. حسيت انه اصبح لاعب منظومه، يلعب من اجل المنظومه. لما تجيه كرات اللي يمكن يبدع فيها ويعطي اشياء خارج الصندوق انه متردد، كان انه عنده تفكير لاعب منظومه. ولكن رغم كل شيء ارسنال اليوم ابدع، ارسنال اليوم اعطانا لمحه، بين لنا كانه اظهر لنا ارسنال اليوم واظهر لنا ارتيتا انه يمكن انه يهاجم، يمكن انه يمتع، يمكن انه يبدع. وهذه كانت نهايه حلقتنا اليوم اخواني. يعني فتحنا مثل ما كنتم تقولوا لي في التعليقات، افتح لنا قناة خاصة نتكلموا فيها براحة، نعملوا فيها لايفات، فراح اترككم رابط القناة في الوصف. وشكرا لكم للمتابعة، نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. سلام الله عليكم، سلام.